ميمي كانت نايمة وصحيت على صوت طيارة غريبة كثير. خلاص يا بابا نامي يلا. طبعا اللي بيحب ميمي يكتب في الكومنت، لأنه كل مرة راح أقرأ تعليقات الناس اللي بيعلقوا لميمي وأحكي لها مين هم. المرة الماضية سارة وزهير وعبد الله، هاي ضحكت لسارة وزهير وعبد الله وعملوا لايكات يا بابا كثير، دائما بيعلقوا لك. تمام. وهلا اللي بيعمل لايك وبكتب لك كومنت المرة الجاية راح احكي لك اسمه ان شاء الله. يلا نامي يا بابا. رحمة شو الطيارة اللي مرت؟ صحيت على صوت الطيارة الغريبة. والله شوفيها، اطلعي برا يلا وشوفي لنا ايش الموضوع. شغلت الضوء عشان ميمي ما تخاف لحالها. شوفي لنا ايش قصة الطيارة يا رحمة. يلا بدنا ميمي، راح ناخذ ميمي. رحمة شو اللي صار؟ أيمن كأنه في طيارة مرت صح؟ صارت بحكي بنحبك يا ميمي. حكوا بنحبك يا ميمي؟ يا أيمن. بس لا أنا كأني سمعت إشي ثاني، حكوا مش بنحبك يا ميمي. لا أكيد؟ بنحبك يا ميمي. متأكدة؟ يا جماعة إيش كتبوا، بنحبك يا ميمي ولا لا؟ بس أنا كأني سمعت كلمة ثانية. أنا سمعت وخايف أحكيها. يا ميمي. ما بعرف، هاي المتابعين هسه راح يكتبوا لك وتتأكدي. بس هاي الطيارة معقول تكون يا بابا شريرة ولا طيبة؟ ميمي؟ هل الطيارة شريرة ولا طيبة؟ ميمي عندها إحساس. ميمي نعسانة، المشكلة يا حرام، مو فاضية لنا هسه. نعم. الطيارة رجعت. شو رأيك ننزل؟ حكت إشي ميمي بس ما هيني سمعت. بدنا ميمي كأنه. شو؟ ولا بنحب، لا بجوز بنحبك يا ميمي، يمكن هيك ما بعرف. شو بدنا ميمي يا أيمن؟ بنحبك يا ميمي يمكن، أو بدنا ميمي يعني بدهم يلعبوها مثلا، ما بعرف. اسمعي لازم ناخذ ميمي معنا، ما لازم نخليها بالبيت. أكيد لازم. يلا خلينا ناخذ ميمي وننزل ونستكشف ايش قصة هاي الطائرة، هل هي شريرة ولا طيبة او ايش قصتها. يلا يا رحمة تعالي خلينا نشوف شو بدنا نعمل. يلا. الكل يكتب الله يحميكم، اكتبوا في التعليقات الله يحميكم والله يحميكي يا ميمي كمان. خليني البس هاي. ايش في؟ شو رأيك نطلع على السطح عشان نشوفها عن قرب وأوضح؟ اوكي خلاص تمام صح، على السطح احسن. يلا. علشان نقدر نشوف الطيارة بوضوح. يلا افتحي الباب. يلا. بسم الله. الكل يكتب الله يحميكم بسرعة. هاي في صوت. صوت الطيارة يا أيمن. صوت الطيارة كأنه قاعدة بتلف حوالين البيت. يلا أيمن غطي وجهك. ميمي بدي أغطي وجهك يا بابا ماشي؟ شوفوا ما أحلاها ميمي، شوفوا ما أحلاها ميمي. ميمي يلا بسم الله. طفي الإضاءة علشان الشمس. بسم الله. سكري الباب. اسمعي، أنا بقول أأمن مكان نحط ميمي هون. ليش؟ لأنه في هون حائط، فلو مرت الطيارة من هون مثلا ما راح تقدر تشوف ميمي، فاهمة علي؟ يلا خلينا نشوف شو بدنا نعمل. اسمعي، ايش هاد؟ لا ما في اشي الحمد لله. صوت الطيارة كأنها راح تمر. خلينا نشوف. جاية هيا طلعي. يا الله، هي راحت. اوف قاعدة بتلف حوالين البيت. إذا بدهم يلعبوا ميمي طب ليش يعني هذا الإصرار كله؟ انت مايكك معك؟ معي. شغال؟ طلعي لفوق شوي. لا شغال بس عشان ارجعي شغليه. سمعت صوت الباب؟ في صوت. صوت جوا. شوفي صوت هون. في حد شغل اشي. اوف طفاه، ما في حدا هون.
سامعين الأصوات يا جماعة؟ أصوات جدا غريبة هون. إيه سامعة؟ رحمة؟ يا أيمن أصوات جدا غريبة صارت، ما بعرف إيش. أنا كثير خايف عن جد، أول مرة بيصير زي هيك إشي. والمشكلة ما في حدا جوا. مين اللي عمل زي هيك؟ ما بعرف. اسمعي، كأنه الطيارة جاية ومعها طيارتين كمان. اسمعي، سامع الصوت؟ سامعة. خلينا نتخبى هون يا رحمة. تعالي 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 بسرعة بسرعة. تخبي 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 تخبي. اكتبوا الله يحميكم، اكتبوا الله يحميكم، أنا حاس في إشي شرير. أيمن شو بصير؟ يعني هم بدهم ميمي يلعبوها ولا إيش؟ اسمعي بسرعة بسرعة، تعالي خلينا ننزل. ننزل يلا. تعالي تعالي تعالي. يلا يلا. جيبي ميمي جيبي ميمي. استني. شو في؟ ايش في أيمن؟ ما بعرف. افتح الباب. في حدا مسكر الباب. افتح يا أيمن. اسمعي خلاص ما بدنا نضيع وقت، تعالي نتخبى تعالي. شوي 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 شوي، انتبهي انتبهي. تعالي هون تعالي هون. يلا يلا يلا. تخبي 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 تخبي. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف، خليك خليك ساكتة. صوت ميمي. صوت ميمي. صوت ميمي. ليش تبكي؟ ما بعرف. في طيارة مرت يا رحمة. ايش القصة؟ تعالي تعالي نشوف تعالي نشوف. اوف رفعوها رفعوها، سحبوا ميمي اخذوها. تعالي 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 يا رحمة. يا أيمن. اوف اوف اوف، بعدت بعدت بعدت. ليش هيك ليش؟ يا الله. اسمعي، ايش يا أيمن؟ مربوطة بحبل ميمي. طيارة اخذتها، لازم نحاول نشوف حل، لازم نلاحق الطيارة او نشوف كيف بدنا نخليها تنزل وترجع لنا ميمي. الكل يعمل لايك عشان الطيارة الشريرة تضعف ونقدر نرجع ميمي. هي صوتها من هناك قاعدة بتعيط ميمي. يا الله ميمي. هي هناك. يا الله شو يعني مبينة بس صغيرة لأنه بعيدة الطيارة. تعالي 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 رحمة. يا أيمن. إن شاء الله الباب يفتح، لأنه اللايكات صارت كثير، فاحتمال الأشرار بلشوا يضعفوا. يلا يلا. الحمد لله. شكرا شكرا يا متابعين. شو اللي صار؟ يمكن كمان مش بس من اللايكات، هدف تسكير الباب عشان ياخذوا ميمي. سكروا الباب عشان ياخذوا ميمي. طيب اسمع يا رحمة. يا أيمن. في عندي فكرة قوية جدا. الفكرة يا رحمة كالتالي. يا أيمن. بدنا نعمل حالنا مش مهتمين بالمرة وننسى الموضوع، وهم لما يشوفوا زي هيك انه احنا مش مهتمين لهم اكيد راح يرجعوا ميمي. بس بدنا نصبر دقيقتين على الاقل نشوف شو راح يصير. وكمان كل المتابعين عملوا لايكات وكتبوا في التعليقات الله يحميك يا ميمي، فان شاء الله انها ترجع ان شاء الله. طيب يا أيمن معقول توقع من الطيارة؟ لا لا ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. يلا خلينا ننزل على البيت ونشوف مع مين بدنا نتصل. خلينا نشوف سونيك. يلا. اوكي يا رحمة، انا بدي اتصل على سونيك. أيمن أنا بدي أتصل على شرطة الأطفال. شرطة الأطفال؟ لازم يا أيمن. طيب اسمعي، اوكي اتصل على شرطة الأطفال، وأنا بدي أراقب يا رحمة من الشباك وأحاول إني أشوف الطيارة، إذا لمحتها أو شيء راح أخبرك. تمام؟ ماشي. يلا جماعة بدي أحكي مع شرطة الأطفال. ألو. مرحبا. شرطة الأطفال؟ احنا شفنا اليوم الصبح طيارة كانت تلف حوالين بيتنا، بعدين طلعنا على السطح عشان نشوفها بشكل أوضح. علقوا ميمي بحبل وأخذوها. هل ميمي مشاغبة؟ لا مش مشاغبة ميمي. هل تستيقظ في الليل كثيرا؟ أو أنها تزعجكم؟ أو أنها لا تقبل الحليب؟ لا 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 ما بتزعجنا لا.
هل هي تجلس على التلفاز كثيرا وتؤذي عيناها؟ لا لا لا. أي طفل يخالف هذه التعليمات سنأخذه في الطيارة البوليسية. طب هسه شو الحل مع ميمي؟ كيف بدنا نلاقي ميمي؟ لن ترجع لكم نعم؟ ليش؟ لأنها تخالف القوانين. ما بتخالف القوانين، ميمي كثير كيوت وكثير شاطرة. لا يجوز أن تجلس على التلفاز أكثر من ربع ساعة. ما بتقعد على التلفاز. صغيرة جدا. ميمي ما بتقعد على التلفاز أبدا. سنفكر في موضوعكم. يعني ما بدكم تساعدونا نلاقي ميمي؟ فصل يا جماعة. يا الله شو بدي أعمل؟ حكى يمكن ميمي ما ترجع أبدا. صار معك أنا شفت الطيارة. شو فيه؟ أيمن شفت الأطفال حكولي ما بدنا نجيب ميمي أبدا. ليش؟ ما ترجع لكم أبدا لأنها بتخالف القوانين. طيب هي ليش تخالف القوانين كمان؟ أيمن هي ما بتحضر التلفزيون أنت عارف. لا حضرت امبارح التلفزيون ساعة وهذا الاشي مضر بالعين صح؟ ما لازم الطفل. يا أيمن طب كيف عرفت شرطة الأطفال إنه ميمي عرفوا ما بيصير الطفل يقعد على التلفاز عن قرب هيك 5 ساعات و6 ساعات بيأذي عيونه. لازم بس ربع ساعة بالكثير يعني. شو بدنا نعمل يا أيمن؟ ولازم يكمل واجباته إذا كان بالمدرسة، ولازم يرد على أبوه وأمه، وما لازم يخالف فاهمة. يصير بده مش عاجبه الأكل، مش عاجبه أكل البيت، بده طب أيمن أبصر إيش أنا أكل. بحكي لك شو نعمل. أنت أرجع احكي مع شرطة الأطفال تمام، واحكي لهم إنه خلص ميمي ما رح ترجع تحضر تلفزيون مرة ثانية. هم ممكن يأدبوها ويرجعوها. لأنه أنا هي الطيارة يعني كل شوي الطيارة بتمر. هي اللي أخذتها هم شرطة الأطفال؟ أكيد شرطة أطفال هاي، بس هاي بوليسية. هاي بتسحب الطفل بالحبل، تسحب الطفل بالحبل تخيلي، وبتاخذه بتلففه. بس مش انه تلففه بدها بتطششه او بده يشوف اشياء حلوة، لا بيحطوه بالسجن ساعة او ساعتين بيرجعوه. يعني مين بدها تنحط بالسجن يعني؟ ممكن نحطك بالسجن. ما بيصير تضل على التلفاز 24 ساعة. غلط هذا الحكي. كأنه في صوت حدا على الباب. رحمة مين على الباب يا أيمن؟ ما بعرف. تعالي معي في حدا على الباب. تعالي رحمة تعالي. في حدا على الباب. أيمن أنا كثير خايفة خلص. أنا هي شايف حدا من هون هيك في خيال لونه إيش هيك إشي أحمر ما بعرف. طلعوا يا جماعة. ما بعرف إذا مبين من هون هيك في شي صح؟ هيو يا الله من شو خايفة؟ خايفة كثير يا أيمن، أنا خايفة على ميمي. طب لما حكيتي مع الشرطي هذا تبع الأطفال سمعتي صوت ميمي إشي؟ يا أيمن أكيد؟ والله معناته معهم. رحمة خلينا نفتح الباب. يلا بسم الله. 1 بسم الله 2 3. ميمي الحمد لله. رجعتي يا بابا. بتضحكي؟ ليش تضحكي انت على كل اشي يا بابا؟ انت ممنوع تحضري التلفزيون مرة. ممنوع تحضري التلفاز اكثر من ربع ساعة باليوم بس. اوكي انت ممنوع نهائيا لانك كثير صغيرة وعيونك ما بتحملوا. ماشي؟ ما بصير تحضر التلفاز وهي قريبة عليه، يعني هيك تقربه او تمسك التاب هيك تقربه. لازم يكون بعيد اقل شي متر. خلص يا ماما. ماشي بابا؟ تحضري بالمرة تلفزيون. ماشي وكملي رضعتك كاملة، ما بصير تخالفي القوانين. يلا يا ماما. يلا فوتيها جوا فوتيها. الحمد لله. هاي طيارة بوليسية طلعت. شايفين؟ شكرا لكم كمان يا متابعين على مساعدتنا وعلى اللايكات الحلوة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حطوا الإشعارات الكل عشان يوصلكم كل شيء. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.